حياكم الله أيها الأحباب. من الأمور المنتشرة بين الشباب أيها الأحبة لبس ملابس ضيقة تحدد العورة المغلظة لديهم، ونسأل الله العفو والعافية. والطامة الكبرى إذا لبس هذا اللبس أمام النساء والأطفال، يدخل بهذا اللبس يجلس مع أخواته، ربما يلتقي بعماته بخالاته، والأطم من ذلك إذا طلع لأماكن يعني تنزهات مثل الحدائق أو غيرها. يا أخي في نساء وفي بنات وفي أطفال، اتق الله في هؤلاء. يعني والله شيء مقزز صراحة، يعني شيء مقزز أيها الأحبة. لهذا نصيحتي لهؤلاء، قبل ما تشتري اللبس هذا وتفكر في الموضة، فكر كيف ترضي ربك جل وعلا، وأنك تلبس لبس ساتر لا يحدد العورة المغلظة. وهذا الشيء للأسف يعني رأيناه يعني منتشر، ونسأل الله العفو والعافية. كذلك تذكر أن الحياء من الإيمان، يعني لابد نتفكر في رضا الله جل وعلا قبل أن نتفكر في رضا الآخرين أو في رضا النفس، ونسأل الله العفو والعافية. الله يسعدكم.